في أطفال كتير مش بيتكلموا عن اللي مضايقهم، لكن كلمة بسيطة عن شكلهم تفضل سايبة أثر في نفسهم سنين. الأذن الخفاشية ممكن تكون مشكلة شكلها بسيطة، لكن تأثيرها النفسي أحيانا بيكون أكبر كتير جدا من حجمها. طبيا الأذن الخفاشية مش مرض، لا بتأثر على السمع ولا بتأثر على النمو، لكن في سن المدرسة أي اختلاف بسيط عن الأقران ممكن يتحول لضغط نفسي على الطفل. وهو ده السؤال، هل التدخل هي حاجة تجميلية فقط ولا حماية نفسية مبكرة؟ الأذن الخفاشية بتحدث غالبا نتيجة اختلال في الثانية الطبيعية للغضروف أو زيادة زاوية الاتصال بين الأذن والرأس. يعني لازم نبقى عارفين إن الموضوع مرتبط بتشكيل الغضروف نفسه، مش بمشكلة سمع أو أمر داخلي. السؤال اللي بيطرح نفسه، الوقت المناسب اللي اقدر اتدخل فيه بعملية جراحية. افضل سن مناسب هو بعد 5 أو 6 سنوات، لان صوان الاذن بيكون وصل للحجم الطبيعي بتاعه. لكن لازم نعرف حضرتك كوالد او والدة بيكون في ارتباط وثيق بالحالة النفسية للطفل. لو الطفل مش متأثر نفسيا ممكن نصبر ونتابع بدون تدخل. لو بدأ يظهر آثار نفسية على الطفل زي رفض للتصوير، مش عاوز يقابل زمايله، مش عاوز يروح المدرسة، هنا التقييم مهم جدا والتدخل المبكر أمر ضروري وحتمي. العملية بتتم من خلال جرح بسيط خلف الأذن، بيكون جرح مش ظاهر. بنقوم بإعادة تشكيل الغضاريف وإعادة رسم الثانية الطبيعية للأذن اللي بنسميها الهيليكس، وبنعمل على تغيير زاوية تلاصق الأذن بالرأس بشكل محسوب. مش الهدف اننا نلزق الاذن بس، لا، لكن نرجعها لشكل طبيعي ومتناسق. مدة العملية بتكون من خلال ساعة لساعتين، والطفل بإذن الله بيرجع بيته في نفس اليوم. بعد العملية زي أي إجراء أو تدخل جراحي بيكون في ألم، شوية التهابات طفيفة، تورمات بسيطة، وبيتم التحكم فيها بعلاج دوائي بسيط. بنعمل غيار حوالين الأذن بيقعد معانا لمدة أسبوع ومفيش غيار، وبعد كده بكرر الغيار ده لمدة أسبوع تاني، وبعد كده بنصل للنتيجة النهائية اللي الطفل بيرى نفسه فيها في غاية السعادة. العملية دي المخاطر بتاعتها زي أي جراحة بسيطة، مفيش منها أي مشكلة وبتتم بأمان بإذن الله. المتابعة بعد العملية أمر مهم جدا لضمان استقرار النتيجة. عاوزين نأكد في نهاية الفيديو إن الأذن الخفاشية مش مشكلة صحية أبدا ولا مرتبطة بالسمع، لكن تأثيرها النفسي هو أهم حاجة فيها. تدخل بسيط مبكر بيقدر يحمي طفلك من سنين طويلة من عدم الثقة. أهم حاجة التقييم الصح، ونعرف هل التدخل مناسب والوقت بتاعه مناسب ولا لا. حبيت في الفيديو ده أوضح كل التساؤلات لكل أب أو أم حابين يعرفوا كل حاجة بخصوص الأذن الخفاشية. كان مع حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات تجميل والعيوب الخلقية والحروق وجراحات السمنة المفرطة وتنسيق القوام. دمتم في عافية وأمان.